كتبدا القصه مع واحد الدري سميتو ليو اللي عزاز عليه المصارعه بزاف، وكيحلم انه يلعب مع المصارعين المشهورين. في واحد الصباح كتفيقو جداه باش يمشي للمدرسه، وكيبان بلي كتبغيها بزاف وكتلعب معاه. وجد راسو وهبط سلم على با ستيف وخرج للمدرسه. وهو في الطريق تلاقى بصحابو ومشاو مجموعين. جا عندهم واحد المتنمر سميتو توم للمدرسه مع صحابو، وجبد من السكاره ليو رسمها ليو على انه بطل، وبقاو كيضحكوا عليه. فشافتهم الاستاذه ديالهم وداتهم الاداره. فاش كانوا في الاستراحه ديال الغداء، لوي كيبقى حاضي ايريكا اللي كان معجب بها، ولكن عمرو ما قال ليها شي حاجه حيت خايف تحشم به. خرجوا من المدرسه ولقاو المتنمرين كيساونيو على برا. هو هرب منهم وبقاو تابعينه حتى وصل لواحد الدار معروضه للبيع. دخل ليها وتخبى فيها ودخلوا من ورا. غير شافهم مول الدار جرى عليهم وبقى بوحدو ليو في الدار. لقى راسو في واحد البيت في الماتيريال ديال مولاه، ولقى واحد الصندوق فيه ماسك، وكانت الريحه ديالو خايبه ومجهده بزاف. دخل عليه مول الدار وليو طلب منه السماحه حيت دخل بلا الاذن ديالو، ولقى هاد القناع. فقال ليه ليو كنت بغيت غير نجربو صافي. مول الدار قال ليه خودو معاك حيت واخا ريحتو خايبه بغا يجربو. وخادو مشى بحالو للدار. وفاش وصل جداتو شمات واحد الريحه خايبه، وهو قال ليها لا ما كايناش شي ريحه. المهم ما والو. دخلوا وبداو كيتفرجوا في البرنامج ديال المصارعه اللي كيعجبو. قال ليها كنت نكون عندي شي قوه خارقه باش نصارع بها. انا شويه جا اشهار كيعلن فيه على مسابقه ديال المصارعه الحره، واللي يربح غادي ياخد 50,000 دولار، وهذا الشيء في المدينه اللي فيها ليو. هو وجداتو فرحوا بزاف. شويه جا باه من الخدمه وكان عيان بزاف حيت خدام جوج ديال الخدامي. مشى للكوزينه باش ياكل، وتبعاتو جده وقالت ليه من نهار مات بنتي ما بقيت كديها فيه ولا ترد البال لولدك. فقال ليها كنشكرك بزاف حيت انت اللي كتسنى باش كتقابليه، وخاصني غير نكمل الكريدي اللي كيتسناني باش نقدر نخدم غير خدمه وحده. وديك الساعه غادي يكون عندي الوقت لولدي، حيت لما درت هكا الدار اللي ساكنين فيها غادي ياخدوها منا. اللي كان كيسمع هادشي وتقلق بزاف وبقى فيه الحال، وطلع لبيتو وجبد واحد القناع اللي لقى، واخا الريحه ديالو خايبه ومجهده بزاف. لبسو بدا كيجرب فيه قدام المرايه. شويه الصوت ديالو ولا كبير ولا كيهضر بحال شي راجل كبير بطريقه احترافيه بحال شي مصارع. بقى كيلبسو ويحيدو ويتاكد من داكشي اللي كيوقع ليه، حتى عرف بلي هاد القناع مسحور. وبدا كيجرب القوه ديالو وقدر يهز الطوموبيل ويهرش الشجره غير بالقدمين ديالو. ودابا تاكد بلي القناع كيعطيه قوه خارقه فاش كيلبسو. مشى كيقلب عليه في الانترنت، دخل تحت المانطا، وكان عليه بلي هاد القناع فيه قوه سحريه يقدر ياخدها غير اللي يستحقها. وهذا القناع هو اللي كيختبر الشخص. الغد ليه غادي يجي الصباح، مشى للمدرسه وشاف هادوك المتنمرين كضربوا واحد الولد. تعصب ومشى لبس القناع ديالهم وضربهم كاملين، ولقاهم مرميين بواحد البلاكارات. جات الاستاذه وخداتهم كلهم المدير. جابوه هما في الطريق قال ليه ما تبقاش دير صداع حيت ما يمكنش نسمع في الخدمه ونجي كل مره للمدرسه. ولكن صحاب ليو كانوا فخورين بزاف باللي دار، وحتى المدرسه كلها كتهضر عليه وعلى الشجاعه ديالو. وفاش شاف داك الاعلان ديال المسابقه جاتو فكره باش يشارك فيها، واللي ربح يقدر يخلص لبا الكريدي اللي عليه. ومن تما هو كيدرب على راسو على القوه ديال القناع. وجا النهار ديال التسجيل، فاش وصل كلشي بدا يضحك عليه حيت صغير بزاف وضعيف. ولبس القناع ودخل يتسجل وبدا الاختبارات ديال القوه ديال المتسابقين، وتعرف على واحد المتسابق سميتو سيمون. الاختبارات بدات وجا المقدم ديال المسابقه واعلن على اول مرحله اللي هي غادي يرمي واحد البراميل لابعد نقطه يقدروا عليها. وطلع واحد المتسابق باين فيه صحيح بزاف واللي سميتو سام، ورمى جوج ديال البراميل بدقه واحده لمسافه كبيره. وفجاه نوبت ليو رمى البرميل حتى خرج من السقف على برا، وكلهم تصدموا من القوه ديالو. دوزو كاع المراحل وكان متفوق فيهم، والمقدم مصدوم من القوه ديالو وخا صغير. وفاش علنوا على المتاهلين كان منهم ليو وسيمون و13 واحد اخرين. سيمون مشى للدار وعيد كان الليل دخل من السرجم ديال البيت ولقى جداتو كتسنى فيه وهي مقلقه حيت تعطل بزاف. هو ما لقى ما يدير وعاود ليها على كلشي اللي طرا ليه من نهار لقى القناع، وقال ليها باللي غير بغى يعاون با في الكريدي اللي عليه. جداتو تاثرت بزاف بهضرته، قالت ليه انا ديما معاك. ليو كان جالس في المكتبه ديال المدرسه هو وصحابو، فبانت ليه ايريكا وقرر يلبس القناع ومشي يهضر معاها حيت القناع كيعطي واحد الثقه في النفس زايده، وداكشي اللي كيبغي هو هادشي اللي وقع. لبس القناع ديالو وفاش مشى هضر معاها اتفقوا يرجعوا مع بعضياتهم في الدار. يرجع معاها على القرايه. وهنا جا الموعد المرحله الثانيه من المسابقه. دخل مصارع قوي بزاف كيستعمل الحبل في المصارعه ديالو، وجا مع ليو في المسابقه
وفاش دخل ضحك عليه حيت صغير وضعيف بزاف، وغير بدات المصارعه ليو كان زايد عليه بزاف وما قدرش يطيحو دغيا. وفاش كان على واش كيغلبو ليو هزو من فوقو وكان باغي يلوحو بالحبل ديالو، ولكن ليو كان سريع عليه بزاف وشد الحبل وبقى كيدورو بيه عليه حتى قدر يطيحو وغلبو وربح في هاد الجوله. جداتو كانت تتفرج في التلفازه وفرحانه بيه بزاف. رجع للدار قبل ما يوصل الوقت اللي كان غادي يتلاقى فيه مع إريكا، بدا يتدرب على راسو على الهضره اللي غادي يقول ليها قبل ما تجي. وقبل ما يكمل جات هي بكري فاجبرات بها جداتها، نزل عندها وهو تالف وقال لي غادي نجيب لك شي حاجه تشربيها. جات عنده الكوزينه وبالزبر مع القناع في الثلاجه حيت شمات ديك الريحه اللي مشى هي هذيك وسولها عليه، هو ما عرف باش يجاوب، لكن جداتو نقدات الموقف وقالت ليه باللي ريحه جايه من برا. جات المرحله الثالثه من المسابقه فمشى ليها ومشات مع جداتو باش تفرج فيه مباشره. هو طاح مع واحد المصارع ثقيل بزاف واكيد مع القناع ما غاديش يبان عليه، لكن المصارع غادي يتغلب. بدا كيخدم المهارات ديالو باش يغلب ليو، ولكن حتى هي ما صدقات، نقدر يغلبوا بالضربه القاضيه. سامو مدير الاعمال ديالو كانوا كيتفرجوا مستغربين من القوه ديال الدري الصغير، هو مازال ليو شاف كيهضر مع صحابو الجديد. سيمو عاود لسيمو على الحلم الكبير حتى هو باش يكون مصارع كبير، وقال له هاد المسابقه هي الامل الوحيد اللي عندي باش ندخل هاد العالم. ليو شجعو قال له اكيد غادي يجي النهار تحقق الحلم ديالك. من بعد ليو مشى للقهوه وصحابو إريكا وبداو يهضروا على المصارعه اللي ما قدر حتى يتعرف عليه، وقال لهم إريكا هي كتابع المسابقه متوتره بزاف منها. ليو شجعها وقال ليها غادي يرقص معاها ويقدموا عرض زوين. شويه دخل واحد الصفار القهوه خلع الناس كاملين كلهم خافوا وبغى يسرق الفلوس اللي تماك. ليو بدل قناعو وهنا صحابو عرفوا بلي هو كيتيكوس، بدا كيدرب في الشفار ومرمدهم مزيان ورماه على برا. وجاو البوليس وجدوا الصحافه جات بصورات مع المقنع وكلشي بدا تيعرفوا بطل. سام كان تيتفرج وحقد عليه بزاف حيت كلشي كيشوف هاد الدري الصغير البطل. صحابو قالوا ليه غادي يلبسوا تيشورتات فيهم سميتهم ويحضروا معاه المرحله اللي قبل من الاخيره باش يشجعوه. وإريكا شكرته بزاف حيت غادي يعاونها في المسابقه وغادي يسهل على المأموريه، وكان كيبان باللي معجب بها حتى هي. اللي يفرح بزاف يقدر يكتب الثقه ديالها وبداو كيتدربوا على المسابقه ديالها. وغادي يجي النهار ديال المرحله ما قبل الاخيره وجات معاه جداتو وبدات كتشجع فيه. هو عرف باللي غيتواجه مع سيمو واللي غادي يربح فيهم غادي يتقابل مع سام في النهائي. مدير الاعمال ديال سام حط واحد الماده في الصباط اللي هو باش تصعب عليه الحركه وما يخليهش يربح، وفعلا ما بقاش قادر يتمشى ورجلو بقات كتزلق في الارض. فرماه سيمو على برا وعاد عرف باللي الصباط فيه شي حاجه كتزلق، قالها للحكم لكن الحكم قال له خاصك تكمل ضروري ولا غادي نعلن عن الفائز. ليوش مع القوه ديالو دخل حارب حتى قدر يربح سيمو بصعوبه، وفي الاخير شكر سيمو بزاف وقال للجمهور يتسناو في النهائي. وفاش خرج برا بدا كيهضر مع صحابو وقال لهم على السر ديالو وديال القناع، ولكن للاسف المدير ديال الاعمال ديال سام كان كيتصنت عليهم وعرف السر ديالو. وجات عنده جدته باش تقول ليه يمشي للمؤتمر الصحفي ضروري خاص يسهل دغيا قبل ما تبدا المصارعه قدام إريكا. وفاش مشى بدا كيستفز سام، الشيء اللي خلاه يتعصب وبغى يهجم عليه كان بغى يضربو. فاش كمل المؤتمر مع الصحافه بقى كيتصور مع المعجبين ديالو وبقى ليه معاهم ونسى إريكا اللي كانت متوتره بزاف وكتسنى فيه يجي. وفاش وصلت نوبتها طلعت بوحدها وكانت تالفه بزاف ما عرفت ما دير. شافها واحد من صحابهم وطلع يعاونها حيت حافظين الرقصه ديالها وشجعها حتى قدرت تكمل المسابقه مزيان. فالسالات عيطت لي واعتذر منهم وقال لهم المؤتمر تعطل، ولكن وراهم تصاورهم في فيديوهاتهم مع المعجبين. تعصبات وقالت لي هادشي اهم من المسابقه قدامي، وموراها خرج وصحابو حسوا باللي ما مغرور بزاف. تلاقى بالمتنمرين عاوتاني وخلاو الدم يطلع ليه الراس. رجع للدار شافتو جداتو فعاود ليها على اللي طرا، فقالت لي صحابك كيبغيوك بزاف وانت غلطتي معاهم ما خاصكش تعتمد على القناع في كل شيء، حيت ما غاديش تحقق لك اللي بغيتي. اللي يفهم هضرتها بزاف وعرف باللي عندها صح. الغد اللي مشى للمدرسه وطلب السماحه من صحابو وقال لهم غادي يرجع ليو اللي كانوا كيعرفوا، فوافقوا يعطيوه فرصه واحده اخرى. جا النهار ديال النهائي وقبل ما يدخلوا مشى عند مدير الاعمال سام باش يعتذر منه على داكشي اللي وقع في المؤتمر، وبلا ما يحس جا سام وبدل القناع ديالو بواحد اخرى كيشبه ليه. بدات المصارعه والحكم كان واحد من المصارعين المشهورين وحتى باه كان كيتفرج. اللي يبدا كيدرب في سام ولكن ما قدر يحرك فيه والو حيت القناع كان مبدل. وهنا بدا سام كيتدرب حتى بدا كيبدل القناع من جيبو وعرف اليوم بلي هذاك اللي لابس ماشي الحقيقي فحيدوه. وهنا باه شافو جا كيجري. سام حاول يلبس القناع ولكن ما دخلش ليه في راسو وتعصب ولاحو حتى سقف الشبكه للفوق
وليو طلع عليه كيجري باش يشدو ويكتسب القوه اللي عنده، وقال له اي واحد منا عنده نقطه ضعف. وهنا تفكر ليو بلي نقطه الضعف ديال سام هي العلو، فبدا كيستفزو حتى طلع عنده وداخو طاح. ليو نقز عليه وقدر يتغلب عليه بلا ما يلبس القناع، وهكا ربح 50,000 دولار بالشجاعه ديالو، وفرح بزاف وعيط على سيمون يطلع حتى هو معاه. واخا ممنوع، سيمون فرح بزاف وشكرو حيت خلاه يعيش مع هاد اللحظه. جا مدير الاعمال وسام هو مع الساق باش يسرق منه الشيك، فطلعت جداتو وعطاتو عليه وضرباتو. من بعد ليو قرر يدخل يتدرب على فريق المصارعه في المدرسه، وبدا كيف ما كيدير سيمون يدرب راسو وباغي غير يحقق الحلم ديالو بالمجهود ديالو بلا ما يستعمل القناع. وهنا تسالى الفيلم ديالنا.